عايزة بيقولوا إن الفشل أوله نجاح كبير، لأن لما الإنسان بينجح قوي يبتدي النجاح ده يلعب في دماغه ويبتدي يحس إن هو فوق مستوى النقد يتغر. ويتغر والإيجو بتاعه يعلى جدا، وده بداية الفشل. أنت رغم النجاح والشهرة عمرك يا عزة ما حسيت إنك أنت اتغيرتي، نفس التواضع بتاعك، نفس الاجتهاد بتاعك، نفس الحب الشديد لعملك، يعني الانصهار زي ما بيقولوا في كل تفاصيل العمل بتاعك. عملتي ده ازاي؟ هو تعرفي يا منى، هو طلع كده يعني قد كده انا مركزه في اللي بعمله بشكل مش طبيعي ومش لاخمني. هو انا بقيت مشهوره قد ايه وبقيت ناجحه قد ايه والناس بتعرفني قد ايه. فتصدقي مثلا لما ابقى في مطار او راكبه في طياره او في حد يقولوا لي مدام عزه، او انا استغرب انهم بيعرفوني، واخده بالك؟ وساعات لما بيتكلموا عليا احس ان هو من ناحيه النجاح او الشهره، احس انهم بيتكلموا على حد تاني. يعني تركيزي الاساسي هو على عملي، ولما بعمل كولكشن بعملها وبغرق فيها، بغرق فيها بشكل، طبعا انا نضجت فبقيت بغرق بشكل ناضج، وبعدين بعملها وما ببصش، ببقى كل تركيزي في الكولكشن الجاي. طب انا هعمل ايه؟ لان عندي عشق ناحيه هذه المهنه بشكل انا اعتقد هي اللي مخلياني مركزه بالشكل ده، وحاسب نفسي كتير عملت وحش ولا عملت حلو. ده بيبقى تركيزي مش هم. عارفه حد كان لسه بيسالني بيقولوا لي انت لما بتعملي للمراه حاجه بتبقي عايزه تعملي للمراه حاجه؟ قلت لهم انا ما بتبقاش هماني المراه، انا ببقى همني ان انا اعمل حاجه حلوه انا بحبها. وانا اعتقد اللي بيعمل حاجه بحب بتوصل للناس. انت قلتي جمله دلوقتي لفتت نظري، قلتي انا بغرق بخبره. يعني ايه؟ لانه لما ابتديت، عارفه لما ببص للشغل الاولاني بحس ان شغل ساذج ومعمول بحب حقيقي، بس الشغل ما فيهوش عمق. هو كان مختلف. يعني لما ابتديت ورحت اشتغلت صناعي في خان خليلي كنت بعمل شغل ديفرنت والناس اشتريته لانه ديفرنت عن الموجود في السوق، انما ما فيهوش عمق. يعني لما بتفرج على المجموعات الثقافيه، لان احنا اساسا شغلنا بنعمل حلي، مش عايزه اقول يعني حلي ليها علاقه بالثقافه والهيريتج والتراث، فالمجموعات دي لازم تدرس كويس قوي. فلو تشوفي بقى كل ما بنضج وكل ما بقرا وكل ما بشوف عدد ساعات العمل اللي انت عملتيها بيخليكي معلم. فطبعا I have this experience.